هالو، احب ارحب بيكم. اولا النهارده جايه لكم بوصفه جديده لاكله مشهوره في مصر اللي هي المسقعه. المسقعه دي موجوده على سفر مصريه كتيره وبتتباع كمان في محلات الفول والطعميه. وبما اننا كل سنه وانتم طيبين في صيام العذراء، فهيبقى ده صنف جميل جدا على السفره بتاعتنا جنب الفول والطعميه. بيتكون من مجموعه من الخضروات زي الفلفل الرومي والفلفل الحار والطماطم، وكمان المكون الاساسي برضو البدنجان احنا هنا مقشرينه ومقطعينه حلقات ونقعينه في ميه وملح. البهارات بقى معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره ملح، ومعلقتين كبار توم، ومعلقتين خل. ومعايا علبتين من صوص الطماطم. اول حاجه هنعملها هنبتدي نقلي البدنجان. وطبعا البدنجان انا محضره الصينيه دي عشان اطلع عليها البدنجان لما يستوي علشان يصفي الزيت اللي هيشربه اثناء عمليه القلي. وطبعا لما البدنجان الوش بتاعه يحمر بنقلبه على الوش التاني علشان يبقى الاتنين سواهم واحد. لما يستوي البدنجان بنطلعه على الصينية اللي احنا محضرينها دي علشان يصفي الزيت اللي شربه اثناء عملية القلي. بعد ما قلينا وخلصنا كمية البدنجان كلها هنبتدي بقى نقلي الفلفل اللي احنا مقطعينه شرايح زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبرضو بنخلص الكمية كلها ونكمل بقية الخضروات اللي احنا محضرينها. وبرضو زي ما عملنا في البدنجان بنبتدي نقلب الفلفل برضو على الوش التاني عشان يبقى السوا كله واحد. لما يستوي برضو هنطلعه على الصينية اللي طلعنا عليها البدنجان عشان لو في زيت برضو يصفيه. بعد كده اهو هنبتدي بقى نقلي الفلفل الحار، وانا عندي نوعين من الفلفل الحار. الفلفل ديت علشان ما يفرقعش في الزيت انا قطعه اللي هي الحته الاولانيه فيها. وبالنسبه للفلفل الصغير انا عامله فتحه فيه زي ما انتم شايفين بطرف السكينه كده علشان لما يتقلي ما يفرقعش جوه الزيت. طبعا الفلفل الحار ما بياخدش سوا كتير، فنخلي بالنا ونقلبه بسرعة علشان ما يتحرقش. لما يستوي هنطلعه برضو على الصينية عشان يصفي الزيت اللي فيه. هنبتدي بعد كده نقلي الطماطم، وانا مقطعاها نصين، ولما باجي بحطها في طاسة القلية او بحطها على الظهر مش من على الحتة اللي قطع منها علشان ما تصفيش السوائل بتاعتها جوه الزيت. هبتدي بقى اقلب الطماطم لما احس ان القشرة بتاعتها اللي ابتدت تنشف زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اشيلها تطلع بسهولة جدا. هشيلها من الطاسة بتاعت القلية زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اقلبها زي ما انتوا شايفين، وابتدي ارفعها يعني مسيبهاش في الزيت، يا دوبك حاجه بسيطه جدا، وببتدي اشيلها من الزيت زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بعد كده بقى هنحضر صلصه الطماطم بتاعه المسقعه. معانا 4 معالق من زيت الزيتون. انا بحط بالبركة بصراحة زيت الزيتون ده حوالي 4 معالق. بعد كده بنزل بمعلقتين من الثوم المهروس،
بيتحمر بنبتدي ننزل بمعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقتين كبار من الخل، ونقلب كله مع بعضه. وننزل بعد كده بعلبتين الصلصة اللي احنا محضرينها. بعد كده اهو هنزل بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البابريكا، واقلب كله مع بعضه واسيبهم يتسبكوا على البوتاجاز. كده بقى وصلنا للخطوة النهائية اللي هنعمل بيها الصينية او الطاجن بتاع المسقعة في الفرن. هنبتدي اول حاجة نحط صوص الطماطم في الصينية اللي احنا هنرص فيها البدنجان والفلفل والطماطم، وبعدين هنبتدي نرص اول طبقة او اول صف بدنجان، بعد كده بعد ما نخلص اول صف البدنجان هنبتدي بقى نحط حبة من الصوص الطماطم، وبعدين نحط البدنجان والفلفل الرومي، بعد كده بقى هبتدي احط الفلفل الحار وهبتدي اركزه في نص الصينية بس عشان لو في حد مش بيحبه ما يتضايقش. بعد ما غطيناه بصلصة الطماطم هنبتدي نحط الطماطم اللي احنا قليناها بالشكل اللي انتوا شايفينه، ونكمل بقية طبقات البدنجان والفلفل الرومي لغاية ما نخلص رص الصينية كلها زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى بنحط بقية الصوص فوق وش صينية المسقعة. درجة حرارة الفرن 400 واخدت 15 دقيقة عبال ما تستوي، وفتحت عليها الشواية علشان خاطر تاخد وش محمر زي اللي انتوا شايفينه كده. الوصفة جميلة جدا وسهلة، اتمنى انها تعجبكم وجربوها. اذا عجبتكم لايك وشير وكومنت، وميرسي على المشاهدة. بجد بجد الطعم حكاية. باي باي، استنوني في الفيديو الجاي.